طبعا الرياضي هنا عندنا احنا دائما ناخذ 7 سنتيم من هنا، بالرياضي ناخذ 8. انتي اذا متعلمة تاخذين 8، بالرياضي تاخذين 9، لان راح يجي عندك هنا خياط. يبين التصوير. فأنتي إذا متعودة تسوين 8 بالرياضي تاخذين 9، إذا متعودة 7 بالرياضي 8. هسه هنا 8. زين، هسه احنا ايش عندنا؟ إذا ناخذ من هاي ال8 لهذه حفرة الأبط راح تطلع عندنا كلش كبيرة. ليش؟ لأن احنا هنا الرياضي راح نضيف له ردن هنا، راح نضيف له ردن، نزال ردن هنا. زين، فهاي المسافة لازم نحسب حسابها، لازم نحسب حسابها. شلون؟ هسه احنا ايش قد عندنا راح نسوي نزال الردن؟ نزال الردن تقريبا 8 سنتيم، 8 سنتيم، 7 سنتيم، يعني انت حسب اللي تريده البنية من عندك. بس اقصى حد تقريبا 10 سنتيم تصير يعني دلعة زينة. 8 يعني بالاصابع تقريبا 4 هيك راهية. هسه 8 سنتيم انا راح اسوي. هاي ال8 سنتيم منين تعوضيها؟ تعوضيها من هاي عندك هنا، هاي المسافة تصعدين هنا 8 سنتيم. طبعا مو شرط 8 سنتيم، حسب انت ايش قد هنا تنزلين. تنزلين بالردن 7 تصعدين هنا 7، تنزلين هنا بالردن 5 تصعدين هنا 5، هالشكل. من هاي النقطة لهاي النقطة راح نجر خط، حتى شنو؟ راح تطلع عندكم حفرة الأبط بقياس مضبوط. شوفي لحد هاي النقطة راح تطلع عندك هاي الحفرة. هسه طلعت عندك هاي الحفرة بقياس مضبوط. هالشكل. هسه هاي طلعت عندك حفرة الرياضي بالقياسات اللي مطلوبة منك، يعني مو عشوائي ولا عام، هذا بالقياسات المطلوبة منك. يعني إذا مطلوب منك أصغر من هذا القياس استخدمي هاي الطريقة، إذا مطلوب منك أكبر من هذا القياس استخدمي هاي الطريقة، راح تطلع لك بقياس كلش مضبوط. تسواهن الوالديك الرحمة. فمثل ما قلت لكم، هذا هنا عندك هاي نقطة الارتكاز اللي راح تصعدين عليها. ايش قد راح تنزلين هنا بالردن؟ تطلعين نزال الردن انتي لبالك ايش قد القياس اللي عندك ايش قد. 5 تصعدين 5، 6 تصعدين هنا 6. فبهاي الطريقة راح تطلع عندك قياسات كلش مضبوطة. مال طفلة إذا عندك قياسات طفلة استخدمي هاي القاعدة. يعني ما أجي أقول لك انزلي 25. زين، إذا قلت لك انزلي 25، ها هسه هذا 25، أقدر أقول لك انزلي 25 واشتغلي. زين، جتك وحدة أسمن، جتك وحدة أضعف، جتك مال طفلة، جتك ابو لاستيك، يعني تجيك موديلات هوايه. فنعطيك قاعده تنفذين عليها كل شيء.